أكون موجود معاكم في فيديو جديد إن شاء الله نتكلم فيه عن إزاي تقدر تحقق أول دولار. أنا بالمناسبة النهاردة إن شاء الله عندي خبر سعيد بالنسبة لي وأتمنى يكون بالنسبة لكم، إن أنا حققت أول دولار على موقع تسوق. علشان نحقق أول دولار الموضوع محتاج 3 حاجات مهمة جدا يا جماعة. أولا محتاج صبر. انسى اي حد يقولك هتقدر تحقق ربح في خلال يوم او في خلال ساعة او في خلال ساعتين او في خلال حتى اسبوع ربح كبير. انسى الكلام ده كله، مش هتقدر تحقق الموضوع غير بصبر. زي ما حضرتك شايف كده انا عندي اول دولار ده 11 يوم، استغرق مني 11 يوم. زي ما حضرتك شايف اي حد بيكتب لك هنا ارقام كبيره او كده ما تصدقوش، لان طبعا ممكن يكون الموضوع مجرد ان هو دخل على الكونسول وغير في السورس بتاع الصفحه فاظهر لك ارقام وهميه، وبالتالي مش هيشاركك اصلا بالصوره دي. لو محدش شاركك بالرسم البياني ده يبقى كده انت ما تصدقوش، لان ده فعلا مش جدا. لكن هنا بسهوله جدا اقدر اغير الرقمين دول عن طريق حاجه اسمها الكونسول، واقول لك انا حققت 50 دولار ب 100 دولار ب 1000 دولار. يعني تمام. زي ما حضرتك شايف معايا كده، نرجع للشرح. ان انا حققت ده في 11 يوم. كانت الارباح في الاول ضعيفه جدا، ابتدت العمليه تزيد شويه شويه، احيانا بتنزل نزلات صغيره. ننزل تحت شويه كده، انا هوريك ان هم ال 11 يوم انا بدات كده، وعلشان الناس ما تيأسش والناس ما تزعلش، انا بدات في البدايه اول يومين ما كانش عندي ارباح. زي معظم الناس اللي بتدخل وبتبتدي تسأل هو فين الارباح. انا عمال اشارك من ساعه الصبح. يا جماعه اولا ستوب. انا هنا بحقق ارباحي من خلال اخر اليوم. يعني هما بيعملوا مراجعة لنشاطي وبيقيموه، وبالتالي بيحسبوا لي رصيدي هنا في البنك في نهاية كل يوم. مفيش رصيد في اول اليوم، الرصيد مش بشغل ساعة او ساعتين، يوم بيوم بيبتدي يديني حسابي في البنك بتاعي. اوكي. وبالتالي بيبدأ يزوده. زي ما حضرتك شايف انا قلت ان هم 11 يوم ابتدت الارباح تتحرك، احيانا بتزيد شوية وبتنزل حاجات بسيطة، وان شاء الله دايما تزيد كده وثواني. ان شاء الله. انا هتكلم عن القاعدة التانية. انا قلت اول حاجة الموضوع محتاج صبر، اصبر، وان شاء الله باذن الله توصل للدولار واكتر من دولار واكتر من كده بكتير ان شاء الله. وانا عارف ان في ناس هيشوفوا الفيديو بتاعي وهم عندهم رصيد اكتر مني، ولكن احنا كلنا بنحاول نساعد بعض وننقل خبرتنا على الموقع لبعض. النقطة التانية طبعا انا قلت محتاج اجتهاد، اجتهاد في الموقع وبره الموقع. اجتهاد في الموقع بان انا انشر محتويات اصلية فتبتدي تعمل مشاهدات، فيبتدي يظهر عليها اعلانات. تمام. فيبتدي انا اكسب، لان انا بكسب من مشاهدة الاعلانات اللي بتيجي قصاد بوستاتي. فكل ما بوستاتي تكون مسمعة وبتتشاف كتير وعندي فلاورز كتير وعندي فريندز كتير، ده هيفيدني في ان بوستاتي تكون قيمة وليها تمن اكتر. وهنا بقى بيلعب الناس بتوع السبام، الناس المزعجين او الناس اللي بيدوروا على الربح السريع، اللي مش واخد باله ان هو كده كده هيتحذر والاكونت بتاعه هيتقفل وهيضيع عليه كل ارباحه اللي حققها هنا، حتى لو كان حقق ارباح كتيره. في اول مراجعه من اداره الموقع لصفحتك او سوري الاكونت بتاعك، هيبتدي يشوف النشاط الغريب ده اللي هو اد مي، فولو فور فولو، شير فور ماني. كل الحاجات دي طبعا بيرصدها الموقع على انها سبام، وان ده احتيال على المعلنين عنده، ان احنا بنحاول نخلي البوستات دي تتشاف كتير بحيث ان احنا ناس كتير تشوف الاعلان، ومش مهم الاعلان ملوش تأثير. فالموقع مش عاوز يفقد مصداقيته عند المعلنين، فبالتالي اي حد بيحاول يتجاوز او بيحاول ان هو يحتال على المعلنين عن طريق استخدام الموقع علشان يحقق ارباح سريعة في البنك بتاعه، بيتم حظره وبيتعمل له طبعا حظر الحساب بتاعه او الاكونت بتاعه بيتحظر، وبالتالي ما بيقدرش يدخل الاكونت بتاعه تاني خلاص. دي قاعدة موجودة جوه الموقع نفسه. اوكي. كمان بتلاقي عندك هنا البنك بتاعك كل رصيدك ضاع. انت اوتوماتيك مش قادر تدخل الاكونت بتاعك، فكل الحساب بتاعك اساسا بيضيع وبيدخل جوه ارباح الموقع التاني وبيتم توزيعها على كل المشاركين، واكنها ارباح جاية من بره او جاية من خلال اعلانات للموقع. نكمل شوية. انا قلت اجتهاد جوه الموقع واجتهاد بره الموقع. اتكلمت عن الاجتهاد اللي جوه الموقع وقلت لازم تكون تستخدم الموقع بأمان وبسلام، واستمتع وانت بتستخدم الموقع. ما تحاولش تمشي ورا الناس السبام دول وتسمع كلامهم. خليك انت كويس، استخدم الموقع، انشر منشورات كويسة، حاول تتفاعل مع الناس، وما تحاولش تثبت الكومنتس بتاعتك، ما تحاولش تثبت الهاشتاجز بتاعتك، لان تثبيتها معناه ان انت كده بتتعامل بشكل آلي، او بتتعامل بشكل نقدر نقول كده مبرمج، فبالتالي هو بيعتبرك برضه سبام، وان اللي بيشتغل ده مش انسان بيستخدم، فبالتالي مش هيشوف الاعلانات. ده هو مبرمج حاجة معينة عنده او عامل برنامج معين بينشر عنه او بيستخدم الموقع بدال منه.
فحاول تنوع في الهاشتاجز، تنوع في الكومنتس، تغير برضو في البوستات بتاعتك، واياك تنشر بوست بتاع حد تاني. ازاي؟ يعني ما تلاقيش صورة بتاعت واحد عنده عاملة شغل كويس فتبتدي تنزلها وترفعها باسمك انت. هو كده هيقدر يعمل عنك تقرير، وبالتالي يحصل حظر برضو اللي احنا بنحذر منه يا اخوانا. في ناس اللي بيشوف الفيديو دلوقتي، في ناس ممكن تكون بتشوف الفيديو واتعمل لها حظر قبل كده، وفي ناس ممكن تكون بتشوف الفيديو وما يعرفش يعني ايه حظر. ما تستهونش بالموضوع، الموقع صارم جدا، وانت كده بتعرض حسابك ورصيدك في البنك ده للضياع للابد. نكمل شوية الاجتهاد بقى جوه الموقع، احنا وضحناه. مش هطول عليك، ندخل على الاجتهاد بره الموقع. الاجتهاد بره الموقع ان انت تحاول تنشر لينك الدعوة بتاعك بحيث ان انت تحقق شجرة جميلة زي دي. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يزيد ويبارك كده التشيلدرن عندي وعندك، والنتورك عندي وعندك. تمام. من باب العلم بالشيء، احنا طبعا كلنا عارفين، انا مش هاكد على كده او يعني مش هتكلم كتير. احنا شغالين على الموقع بنظام الاسلاس، ان طبعا الفرع الرئيسي اللي جه منه انا سالم اللي سجلت منه، تمام، بيقدر يستفيد من تلت او بيستفيد من نسبة من ارباحي، وانا بستفيد من نسبة من ارباح دول، وبستفيد من نسبة من ارباح دول. تمام. اللي سجلت انا منه استفاد مني، واستفاد من دول، واستفاد من دول، بس بنسب متفاوتة. كذلك انا برضو، انا هنا بستفيد من دول، بستفيد من دول، وبستفيد من اللي سجلوا من دول بنسب متفاوتة. اوكي. ويا ريت تكون الموضوع واصل، ان احنا طبعا كله بيستفيد من كله. فكل ما يكون عندك تشيلدرنز ونتورك كبيرة، كل ما هيجي لك فايدة في الارباح في البنك بتاعك، وارباح في البنك بتاعك من الناس اللي سجلوا من خلال رابط الدعوة بتاعك. وهو ده بند مهم جدا، ومن اهم البنود اللي موجودة في تحقيق الربح في تسو. زي ما حضرتك عارف، الموضوع اجتهادك بره ده محتاج ان انت يكون ليك مدونة، ممكن تعمل شغل خاص بيك، صفحة مثلا على الفيس تنشر بيها الرابط بتاعك، فتقدر تجيب مشتركين من خلالك يزودوا الشجرة بتاعتك، وتبقى عندك فاميلي تري قوية تساعدك في تحقيق ارباح. يبقى انا اول حاجة قلت الصبر، ما نستعجلش، الربح هيجي ان شاء الله الربح، بس استخدم الموقع واستمتع. ثانيا اجتهاد بره الموقع وجوه الموقع، وانت بتنشر حاول تنشر محتويات اصيلة، ما تنشرش محتويات بتاعت حد تاني. كمان النقطة الثالثة والاهم في الموضوع، زي ما قلنا كده، التزام بان دايما يعني القواعد اللي احنا قلنا عليها، ما يغرقش اي بوست فيه كلام هتربح، هتكسب، هتعمل، مش عارف ايه، كل ده كذب. كل ده كذب. مش هتقدر تحقق الربح الا من خلال محتوياتك الكويسة اللي الناس تقدر تشاركها وتقدر تشوفها، فيبتدي تكسب من شغلك. الناحية التانية هتكسب من الناس اللي بيسجلوا من خلالك، من خلال رابط الدعوة بتاعك. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وان شاء الله اذا عجبك الفيديو اتمنى ان انت تدعمه بلايك او شير. كمان تقدر تعمل اشتراك في القناة بتاعتي على اليوتيوب علشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله اتمنى دوام التواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.